السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحلى صباح يا حبايب قلبي، وأحلى عيش بلحمة تاكلوه اسكندراني. دي اللحمة طبعا مفرومة مع الخضرة والبصل والتحابيش بتاعتها بقى، عايزة تحط أي حاجة تضيفيها مفيش مشاكل، حلوة جميلة هتنفع. ده أنا باعمله على إيه، باعمله زي ما أنتم شايفين، عجننا العجينة وخمرت وعملنا بيها الطريقة اللي أنتم شايفينها. دي أنا باعملها على العين بتاعة البوتاجاز مش في الفرن. بصوا، أنا عملت واحدة بس كده أوريها لكم إزاي بنعملها على السطح بتاع البوتاجاز من فوق مش في الفرن. بنتي أنا كنت تعبانة طبعا شوية، فبنتي الله يبارك لها جت هي قعدت تساعدني، ربنا يديها الصحة يا رب. زي ما انتم شايفين خرطت الخضرة والبصل وجهزنا كل الخلطة بتاعته. عايزين تحطوا أي فلفل ألوان ضيفوا اللي انتوا حابينه، دي الخلطة دي بترجع لكم. ودي الطريقة الاسكندراني بتاعتنا، بنعمله في العجين مش في العيش الجاهز. زي بعض الشيفات ما بتعملوا، مع احترامي ليهم برضو، كل الطرق ماشية كويسة برضو وحلوة. بس احنا الاسكندرانية بنحب نعمله العيش بلحمة بالطريقة دي. زي ما انتم شايفين بين الاتنين، واحدة بنبطط الرغيفين بس التقطيعة صغيرة، وبنقفلهم بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. وطبعا بندهنه، ما بنعملش على الدقيق او الطحين، لا احنا بنبططه على الزيت. الرخامة من عصا زيت كده زي ما انتوا شايفين، وبندهن وشه زيت، بيديله لمعة جميلة، غير بشوف بعض الناس بيعملوه على الطحين او الدقيق زي ما بنسميه. لا، الطريقة دي جميلة، جربوها وسهلة وبسيطة وغدا سريع. وده طبعا متسمي الحواوشي على اسم صاحب الشخص اللي كان عامل حواوشي. بصوا، ده اللي عملتها انا على سطح البوتاجاز، لسه ما احمرتش وما كملتش سوا تمام يعني. انا بوريكم يعني اللي ما عندهوش فرن بوتاجاز او ما عندوش فرن هيستخدم ايه ولا هيعمل ايه. وده بنحطه في داخل الفرن